هربت، بس عرفوا يوصلوا لمكاني. كانوا عايزين يغرقوني بس ما نطقتش بكلمة. جاب آخره معاي، فرمينا لعب حميد في الجبل. وجه هاشم قال لي ايه؟ عايز يلحقني. مش عايزك تخاف طول ما انا جنبك. الكلام ده هتقوله في محضر رسمي، ها؟ ما تخافش. حمزة بيه، اهلا وسهلا، اتفضل. الحمد لله على السلامة يا يحيى. الله يسلمك يا باشا. خير، في حاجة؟ ادم طلع عامل لك محضر اختفاء، كنت فين؟ حمزة باشا، اخويا ما كانش مختفي، اخويا كان مخطوف. مخطوف؟ قول له ما تخافش. الكلام ده حقيقي يا يحيى؟ أنا كنت مسافر يا باشا ولسه راجع. طب يا ادم عدى عليا في اي وقت عشان نقفل المحضر. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا باشا، نورت الدنيا. يلا. بتداري عليهم بعد اللي عملوه فيك. ايه؟ عايزني ابلغ عنهم؟ والكلام يكر بعضه في التحقيق والاقي نفسي شايل قضية آثار؟ امال عايز تعمل ايه يا ولد ابوي؟ تنصص معاهم زي ما اتفقتوا ولا تطمع في روحك؟ ناوي ارجع حقي، ارد القلم 10، اعرفهم ان سلطان عوض الله خلف رجاله، واللي كانوا بيتريقوا علينا زمان يتمنوا يمشوا في ديل جلبيتي. خسارة يا يحيى، خسارة. يمكن كنت أصدقك زمان لما كنت أخويا اللي أعرفه، إنما دلوقتي أنا ما عارفش أنت مين. انسى يا يحيى، انسى إني أرجع لك حاجة، وما تحاولش تدور عليها لأنك مش هتلاقيها. ايه مالك يا ادم؟ بتبحلق لي كده ليه؟ مستغرب، ما يبانش عليك، بس واضح ان شغلك مع بتوع السيما خلاك تعرف تمثل زين. امثل؟ عارف كل حاجة وسايبني زي اللعمة واقف تتفرج علي. ما صعبتش عليك، ما صعبتش عليك يا عم صادق، وانا قلبي محروق على اخوي. كان غصب عني يا ولدي، انا هفهم. هتفهمني تقول لي ايه؟ هتقول لي ايه؟ هتقول لي اظن ان ضميرك صحي بعد اللي حصل لاخوي واللي كان بسببك، فكنت واقف جنبي عشان تكفر عن ذنبك. كنت عايزني اعمل ايه وانا ما اعرفش حاجه عنه؟ انا كنت واقف زي المشلول، مش عارف هو فين ولا جراله ايه، ولا الشاكفه دي عامله له مشاكل مع مين. اخوك هرب مني اول ما عرف انني ناوي اسلمها للحكومه. فص ملح وداب، ما عرفتش اتلايم عليه. انا لو نيتي مش صافيه كنت بلغت انها معاه. الشاكفه الزفت دي. اشترك الآن واحصل على 50% خصم مدى الحياة على اشتراكات بريميوم السنوية والشهرية. استخدم الكود على watch.com.